السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الرواني كيكة البسبوسة. معانا هنا 4 بيضات، فانيليا، معلقة فانيليا، كيس بيكنج باودر، زيادة عن نص كوباية زيت كده حاجة بسيطة، نص جوزين، كوباية دقيق عادي، كوباية إلا عقلة كده سكر، كوباية دقيق سمولينا، كوباية عصير برتقال، ممكن تبدليها بعلبة زبادي. هنا أول حاجة كده دهنا الصينية سمنة خفيف وبدرناها بالدقيق وهنركنها على جنب. هنحط بقى المواد الجافة كلها على بعض. دقيق البسبوسة كوباية، جوز الهند نص كوباية، كيس البيكنج باودر معلقة كبيرة، هنا الدقيق وذرة ملح. هنقلب كل المواد الجافة كلها مع بعض ونركنهم على جنب. هنا بقى نضرب الخلاط. عصير البرتقال اللي احنا مخزنينه سوا في بشر برتقال، وهنحط البيض، فانيليا، هنحط الزيت زيادة عن كوباية زيت، حاجات بسيطة كده زي ما انا مورياكم، كوباية الا عقلة سكر عشان لسه هنسقيها شربات. ضربناه في الخلاط وهننزل بيه على المواد الجافة كلها. بصوا كده مظبوطة. ممكن بقى لو لقيتيها خفيفة منك شوية تحط لها رشة دقيق. لو لقيتيها تقيلة شوية ممكن تحط لها حبة عصير برتقال بسيط. الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، وحجم البيض عندك ممكن يبقى حجمه كبير شوية تحتاجي رشة دقيق. كده عجناه وحطيناه في الفرن على الرف الوسطاني. هنعمل بقى الشربات عشان يهدى. معانا كوبايتين مية، كوباية ونص سكر. اول ما يغلوا زي ما انتوا عارفين بنحط رشة ملح ليمون، يغلي غلوة وانت واقفة جنبه نحط الفانيليا. غلي كده خلاص هنطفي عليه، هنسيبه يستهدى بقى. والكيكة استوت طلعناها تستهدى شوية. شربات زي دمعة العين، والكيكة سخنة بس مستهدية شوية. بصوا بتشرب الشربات ازاي كده، ديت ناجحة طالما بتشرب الشربات معاكي. طول ما بتشرب الشربات اديها ما تخافيش منها. ودي بيختلف من دي لدي. انا الكمية خدتها كلها ومظبوطة جدا. انت ممكن تاخد الكمية كلها تبقى زيادة، خليكي نبيها وانت بتسقي الشربات. وهو انت لسه ساقية على طول كده برش عليها جوز الهند عشان يمسك فيها. انا بحب جوز الهند الناعم ده بيبقى حلو. لحبة ترش جوز الهند خشن عليها ده شيء يرجعلك. بص انا رشيت جوز الهند، وولادي برضو بيحبوها بالشوكولاته الفرماسيه. هرش جزء جوز هند وجزء شوكولاته فرماسيه. هنا بوريكم الشوكولاته الفرماسيه، هرش جزء كده وجزء كده، كل واحد على حسب راحته. انا ولادي بيحبوها كده بعملها زي ما هم عايزين، جزء اللي بيحب فرماسي وجزء اللي بيحب بالجوز الهند. هنا هنسيبها تستهدى بقى ونخرطها معاكم. بتبقى جميلة قوي وخفيفة عن البسبوسة. اللي ما بيحبش الحاجة مسكرة قوي دي هتعجبه قوي، هتبقى جميلة وبتبقى خفيفة قوي. وبين الكيكة والبسبوسة ولا منها دلعة ولا منها مسكرة قوي، تبقى جميلة وخفيفة قوي. هنا انا خرطتها معاكم بقى، كل واحد ياكل حسب ذوقه بقى، بالجوز الهند بالمكسرات. وانا بحبها يعني بحبها في المستوى ده كده، تبقى يعني ولا عالية ولا واطية. انا بحبها. انا حاطة المقادير دي في الطاجن الكبير بتاع الطقم. اللي حابة بقى تبقى عالية شوية تحط في الوسط، انما انا بحبها كده تبقى علوها وسمكها حلو، وتبقى كلها شربة شربات وتبقى حلوة. عشان لما بتبقى عالية ال- الكيكة او البسبوسة او كيكة البسبوسة من فوق ما بتبقاش شربانة عسل كده، بتبقى يعني سمكها حلو وحلوة. بص انا بوريكم اهو صفرة وجميلة وطعمها كان. وعايزة البنات اللي بتتفرج عليا وبتشوفني احب اقول لها بس خليكي نبيهة وانت بتسقي الشربات. ممكن تاخد شربات
تبقى اقل من كده على حسب الدقيق اللي عندك. تاخد شربات زيادة عن كده، حتى في البسبوسة اي حلويات تبقي نبيها وانت بتسقيها الشربات بتاعها. ممكن تحتاج اكتر من المقدار اللي بقولك عليه، اقل، تبقي نبيها وانت بتسقي كده الشربات. خلاص شربت واستكفت خلاص، لسه عايزة تاني اديها، عشان خاطر دي من مكان لمكان بيختلف نوعه. في دي بيقبل شربات وفي دي ما بيقبلش شربات، بيشرب مش كتير. اتمنى الفيديو يعجبكم وتدوسولي لايك، وبشكر كل المشتركين معايا وكل اللي بيشجعوني وكل اللي بيسيب لي تعليق حلو، واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.